نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي وأصدقائي وأحبائي ومتابعيني في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة أحب أهني كل كل سنة وانتي طيبة، ويا رب كده يديمكم في حياتنا يا رب. وده عشان النهاردة عيد الأم، كل سنة وانتم طيبين جميعا. واحب اهني تهنئه خاصه لوالدتي، كل سنه وانت طيبه يا ماما، وربنا يخليكي لينا يا رب ويديمك في حياتنا وما نشوفش فيكي اي حاجه وحشه يا رب. وان شاء الله السنه الجايه زي دلوقتي تكوني عند الرسول ان شاء الله. النهارده ان شاء الله بمناسبه عيد الام حبيت اعمل جاتوه كده بسيط عشان خاطر عيد الام. تعالوا نشوف مكوناتنا ايه هي وعملنا الجاتوه بتاعنا ازاي. يلا بينا. بس قبل ما نبدا انا بعتذر لكم عن التصوير. انا التصوير بتاعي انا دايما بصور التليفون بالعرض. المره دي اتلخبطت ونسيت وعملت التليفون بالطول، فالتصوير مش هيبقى واضح شويه. يا رب بس الفيديو يعجبكم ويا رب التصوير يعدي كده على خير ان شاء الله. يلا نكمل الفيديو، يلا بينا. اول حاجه عندي المكونات. انا عندي هنا نص سبونج فانيليا، وعندي من 5 ل6 بيضات، وعندي الفانيليا بتاعتهم، ومعلقه محسن جل، وعندي نص كوبايه ميه. هحط السبونج بتاعي في البوله زي ما انتم شايفين، وهحط عليه البيض. طبعا البيض بكسره في طبق خارجي عشان خاطر لو في بيض بايظ ولا حاجه ما نبوظش الدنيا. البيض طبعا بدرجه حراره الغرفه. واحط عليه الفانيليا بتاعته عشان خاطر الزفاره. طبعا لو في فانيليا سايله هيبقى افضل بكتير، بس انا ما عنديش. وهحط عليهم معلقه المحسن، وهحط عليهم نص كوبايه الميه، ميه عاديه من الحنفيه خالص. وهضرب بقى بالمضرب بتاعي لغايه ما لونه يتغير والحجم بتاعه يتضاعف. بصوا شكله عامل ازاي، وهتشوفوا دلوقتي بعد الضرب هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى بعد ما ضربناه عامل ازاي. هكون محضره الصاج بتاعي، طبعا مغلفاه بورق الزبده زي ما انتم عارفين. وهروح حاطه فيه السبونج بتاعي عشان خاطر ندخله الفرن. الفرن بتاعنا هيبقى درجه حراره 180. وهحطه في الرف اللي في النص، الرف اللي احنا بنعمل عليه الكيكه. طبعا كل فرن وليه كل بوتاجاز والفرن بتاعه انت طبعا قادره بيه اللي المكان الكويس فيه والمكان اللي يحرق الاكل فيه. انا طبعا عندي بحطه في درجه حراره 180، وبحطه في الرف اللي في النص. تمام. هسويها طبعا عشان خاطر لازم تكون متسويه عشان خاطر ما تهدرش معايا كتير. لو الكيكه عاليه من حته وواطيه من حته هضطر ان انا اسويها، فههدر من الكيك كتير. طبعا انا هسويها زي ما انتم شايفين كده، وهجيب الاسباتيولا اسوي بيها الشكل من فوق عشان الكيكه بتاعتي تبقى متساويه خالص. وبعد كده هحطها في الفرن. انا بسويها زي ما انتم شايفين اهوت عشان احطها في الفرن بتاعي. كده خلاص هحطها في الفرن. هاجي بقى اعمل الاسبونج شوكولاته، لان احنا النهارده هنعمل الجاتو بتاعنا نصه شوكولاته ونصه كريمه. مش نصه اللي هو جزء وجزء، لا هنعمل كميه من الشوكولاته وكميه من الكريمه. هعمل برضو نفس الحكايه، نص الاسبونج هحطه وهحط عليه ال6 بيضات، وهحط عليه الفانيليا ومعلقه المحسن جل ونص كوبايه الميه. المحسن جل انا بستخدم النوع ده، حلو جدا على فكره، وحتى لو هتحطيه في الكيكه العاديه حلو جدا وبيخلي الكيكه هشه كده وفاتحه وجميله. هضرب فيه زي ما انتوا عارفين زي برضو السبونج التاني، وهوريكم المنظر بعد الضرب هيبقى عامل ازاي. شايفين لونه عامل ازاي؟ بصوا بقى دلوقتي بعد الضرب، بصوا الفرق. هنضرب فيه لغايه ما يبقى بالقوام واللون دوت، هيبقى حلو معانا كويس جدا. والكيكه بتاعتنا والله هتبقى تحفه، هتشوفوها دلوقتي هتبقى عامله ازاي. هفردها برضو في الصاج بتاعي زي ما انتوا عارفين، وهنسويها برضو عشان خاطر مش عايزين نهدر كتير. تمام. ادي اهوت انا بسويها عشان احطها في الفرن عشان خاطر نسويها. انا كنت طبعا حطيت التانية في الفرن الفانيليا عشان خاطر تستوي عبل ما كنت اخلص ديت. فانا دلوقتي هخلصها هي تسويها وهحطها في الفرن، وهطلع التانية عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. دي خلاص اهي، بصوا بعد ما طلعت من الفرن، بصوا الشكل. وادي التانية اهي كمان طلعت من الفرن. انا هنا سيحت شوكولاته بيضه وهحطها في كيس حلواني. طبعا في كيس حلواني بيبقى اصغر من كده عشان للتزيين وكده، بس انا بصراحه ما عنديش فاستخدمت كيس حلواني من كبير عادي. لكن الصغير هيبقى بصراحه انسب كتير وهيبقى مريح عن دوت. تمام. لان الكميه بتاعت الشوكولاته مش كبيره والكيس كبير جدا. انا جايبه بقى انا جايبه هنا الترانسفير ده، جايباه من عند حد بتاع مستلزمات الحلواني برضو. دي مكتوب عليها هابي ماذر داي عشان احنا طبعا عيد الام، كل سنه وانتم طيبين وكل امهاتنا طيبه. فانا عشان اعمل هابي ماذر داي فوق قطعه الجاتو، فانا جبت النوع دوت، والباقي رحت لازقاه زي ما انتم شايفين وحطيته في الفريزر استخدمه وقت تاني. هاجي بقى اعمل الكريم جانتيه.
كريم جانتيه زي ما احنا عارفين هنعمل كوبايه الكريم جانتيه عليها معلقتين. طبعا انا كنت عامله كميه اكبر من قبل كده اكبر، بس انا عشان هعمل جزء كريمه وجزء فانيليا فانا هعمل كوبايه واحده من الكريم جانتيه. حطيت كوبايه كريم جانتيه خام، وحطيت عليها نص كوبايه سكر، وحطيت عليها معلقتين اللي هو الباستري كريم. تمام. ديت بالنسبه للفانيليا، وضربتها زي ما انتم شايفين. انا هعمل دلوقتي الشوكولاته. حطيت برضو كوبايه الكريم جانتيه الخام، وحطيت عليها نص كوبايه سكر، وحطيت عليها كاكاو خام برضو حطيت عليها معلقتين، وحطيت كوبايه ميه. طبعا كوبايه الميه لازم تكون متلجه، انتوا عارفين. بصوا القوام الكريم جانتيه تحفه ازاي. حطيته طبعا في علب، وحطيتها في التلاجة عبال ما الكيك بتاعنا يبرد عشان خاطر نعرف نستخدمه. وحطيت طبعا ورق، ما كانش عندي، كان ورق الزبدة عندي خلص، فحطيت ورق كراسات بيضة كده عشان خاطر نشيل الوش ونقشر الوش من عليه. بصوا الكيكة بتاعتنا طالعة تحفة ازاي. انا هعمل الاول البيضة وبعد كده هعمل الشوكولاتة. هنيجي بقى نقطع الجاتو بتاعنا او نقطع الكيك عشان يبقى جاتو. فالمفروض ان انا اول حاجه بسقي الشربات الخفيف للكيكه. انا هنا نسيت، ورحت بعد ما حطيت الكريمه افتكرت، رحت شايلاها تاني وحطيت سقيت الكيكه، وبعد كده رحت حاطه كريم جانتيه. الحته دي بصراحه انا نسيتها لان انا كان الولاد لخمني شويه، فعشان كده اتلخمت ونسيتها. حطيت طبعا طبقه من الكريمه زي ما انتم عارفين في النص، وكنت جايبه الصوصات الجاهزه، كنت جايبه صوص فراوله وصوص شوكولاته، لان انا كنت بصراحه مكسله ان انا اعمل الصوص، ويا ريتني ما كنت اشتريت، ويا ريتني كنت عملت في البيت، كان هيبقى افضل لي بكتير. لان الصوص الفراوله طلع خفيف جدا ما عجبنيش، وصوص الشوكولاته طلع تقيل جدا برضو ما عجبنيش. فانا بفضل بصراحه الصوصات اللي احنا بنعملها في البيت، بتبقي عارفه القوام اللي انت عايزاه او القوام اللي يناسبك فبتعمليه. فانا بصراحه ما انصحكوش بالصوص اللي انا جبته دوت، لاني ما عجبنيش خالص. هسقي برضو الطبقه اللي فوق اهي بالشربات، وهحط الكريمه لان هغطي الكيك بتاعنا كله بالكريمه زي ما انتوا عارفين. طبعا انا هنا نسيت ان انا اقطع برضو الجناب، انا الولاد كانوا بجد لخمني جامد، ففي حاجات كتير نسيتها، بس الحمد لله عالجنا الامر يعني والدنيا اتظبطت. الجناب دي المفروض كنت قطعتها من قبل ما احط الكريمه، عشان من قبل ما احط طبقه الكريمه اللي فوق، عشان تبقى القطعه بالنسبه لي مظبوطه. فانا الولاد زي ما قلت لكم كانوا لخمني، وكنت انا عاملاها متاخر، وكنت نازله عندي مشوار، فقلت ان انا اعمل بسرعه بسرعه، بس للاسف يعني الحته دي عطلتني. قطعت الجناب اهوت، طبعا دي هدرت معايا، والمفروض ان انا ما كنتش سبتها كده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فانا خلاص سويتها هي زي ما انتم شايفين، وهحطها اغطيها بالكريمه عشان خاطر ان انا احطها في التلاجة او في الفريزر عشان تمسك نفسها شويه. طبعا انتم مستغربين ان انا بقول لكم الغلطات دي، في ناس بتداري الحاجات ديت وما بتبينهاش في الكاميرا، بس انا بصراحه بحب اقول لكم الحاجه الكويسه والحاجه اللي مش كويسه عشان نكون صراحه مع بعض، والحاجات اللي انا وقعت فيها انت ما تقعيش فيها. فمع حد يعني جل من لا يسهو، واللي يغلط عادي، الغلط بيتصلح مفيش مشكله خالص، لكن ما بقاش انا غلطانه وما بينلكيش ما بينكيش في الفيديو وانت تغلطي نفس غلطتي وتفتكري ان انت بوظتي الدنيا. في ناس بتتعقد من حاجه زي كده، لا هو كلنا بنتلخبط، يعني انا الجاتو والكيكات مش اول مره اعملها. بس جل من لا يسهو، الواحد ساعات بيزهق، الولاد بتتخمك، انت بتبقي رايحه مشوار متاخره، بتبقي عامله الحاجه وانت مستعجله، فديت ما فيش مشكله خالص، كلنا بنغلط. تمام. انا هسويها واحطها في التلاجة او في الفريزر، لو في الفريزر هيبقى افضل لك على فكره. وهاجي بقى اعمل الشوكولاته بقى افتكرت على فكره، ما نسيتش الحمد لله. هشيل طبعا الوش لان الوش مش كله اتشال معايا في الورقه، فهشيله زي ما انتم شايفين كده بالطريقه اللي انا بشيلها بيها على طول كده. تمام. وهقطعها برضو نفس التقطيع. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، انت لو هتعملي الجاتو دوت كشغل، ان انت تبيعيه وكده، فما تقطعيش بنفس الطريقه اللي انا قطعت بيها، لان انا التقطيعه اللي انا قطعتها ديت كانت كبيره بالنسبه ان انا عاملاها للبيت وللولاد وكده، فمش مشكله. لكن انت لو هتعمليها شغل هيبقى حرام، القطعه تبقى كبيره جدا، لا انت تصغري القطعه عن اللي انا عملته خالص، لان انا القطعه كانت ما شاء الله كبيره جدا. فمش هينفع ان ديت تبقى بيع بصراحه. سقيت الكيك زي ما انتم شايفين، وهحط عليه الكريمه بالشوكولاته، طبعا الكريم جانتيه اللي احنا عملناه مع بعض بالشوكولاته.
هنفرد الكريمه، كريمه الكريم جانتيه بالشوكولاته. طبعا انا حاطه كميه كويسه، لو انت عايزه تقللي عن الكميه ديت مفيش مشكله خالص، طبعا دي اذواق، وفي ناس بتحب كريمه كتيره وفي ناس لا. تمام. انا هفرد زي ما انتم شايفين، وهحط الطبقه التانية. المره دي بقى قطعت الزياده من قبل ما احط الكريمه، افتكرت المره دي اهيت هسويها اهو زي ما انتم شايفين من قبل ما احط الكريمه. ديت ما هدرتش معايا زي التانية هدرت معايا اكتر بكتير. طبعا البواقي اللي احنا بنقطعها ديت ما بتترماش، دي يا اما الولاد بياكلوها كده يا اما بتعمليها في طواجن. بتبقى برضو تحفه جدا، بتحطيه عليها كريمه وبتبقى شكلها تحفه وطعمها جميل جدا والله. ادينا اهو هفرد الكريم جانتيه على بقيه الكيك بتاعنا. واسويها واحطها طبعا في التلاجة او في الفريزر زي ما قلت لكم، عشان خاطر تبقى ماسكه نفسها شويه، لما اجي اسويها مره تانية تبقى ماسكه نفسها اكتر. ادي سويناها خالص اهيت، وهنحطها بقى في الفريزر، وهنطلعهم بعد ما طلعنا من الفريزر هنقطع القطع الجاتو. طبعا انا زي ما قلت لكم انا عاملاها للبيت فالقطع كبيره، لكن لو انت هتعمليها للشغل هتقطعي القطع اصغر من كده شويه، لان القطع كانت فعلا كبيره جدا. بالنسبه بقى احنا قطعنا الشوكولاته بطريقه وقطعنا الكريمه بطريقه تانية، عشان خاطر الحجم بتاع الشوكولاته لقيناه كبير فقلت ايه اصغره شويه. انا هنا بقى الصوص بتاع الشوكولاته زي ما قلت لكم لقيته تقيل، انا بصراحه ما عجبنيش، انا كنت ناويه افرد على قطعه الجاتو كلها الشوكولاته، لكن لقيت الصوص تقيل جدا لدرجه انه حرك الكريمه من تحت، فانا عملت اشكال تانية، عملت روزيتات كده، وحطيت طبعا الهابي ماذر داي اللي احنا عملناها في ورقه ترانسفير. عملتها بقول لكم، وعملت وردات كده وحطيتها من فوق، وعملت اشكال كده على قد ما اقدر، لكن بصراحه مش الاشكال دي اللي انا كنت ناويه عليها، انا كنت ناويه على شكل تاني خالص، بس الصوص هو اللي اتحكم فيا مش انا اللي اتحكمت فيه بصراحه، فعملت شكل يعني حلو برضو كان مقبول. هنيجي نقطع بقى الكريمه، انا قطعتها بطريقه مختلفه شويه عشان نصغر القطع شويه، لان حسيت ان القطع هتبقى كبيره قوي. ادي هي. وطبعا زينتها بالصوص الفراوله اللي قلت لكم عليه مش حلو خالص، لان الصوص بعد ما حطيناه بص الشكل حلو ازاي، لكن بعد كده ساح وبقى شكله وحش. كده خلصنا القطع بتاعتنا، وهوريها لكم هيبقى شكلها عامل ازاي بعد ما خلصناها، وحطيت عليها برضو القلوب اللي انا قلت لكم عليها. هوريكم الشكل النهائي بقى بتاعها بعد ما خلصناها شكلها بقى عامل ازاي. بصوا بقى صوص الفراولة عمل ازاي، انتوا فاكرين شكله كان عامل ازاي اول ما حطيته على الجاتو؟ بصوا الجاتو انا ما سبتهوش كتير، يا دوبك كان 5 دقايق تقريبا عبال ما صورت دوت. لقيت المنظر كده، فطبعا زعلت جدا لان الشكل كان حلو. ضيع الشكل بتاع الجاتو بتاعي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء. المهم طعمه كان تحفة اهم حاجة. عملت طبعا قطع فراولة كده من فوق حاجات بسيطة، وحطيت اشكال كده من الحلويات كده بتتباع برضو عند مستلزمات الحلواني، اللي هو زي السبرينكلز ده، بس ما اعرفش ده اسمه ايه بصراحة. وحطيت عليه الكور الكريسبي الشوكولاتة، وحطيت هابي ماذر داي، والحمد لله اليوم عدى وكان حلو وكان لذيذ وبس. فانا حبيت ان انا اقول لكم الحاجات اللي كانت كويسه معايا النهارده والحاجات اللي كانت وحشه معايا. في اخر الفيديو بتاعي احب اقول لكل امهاتنا كل سنه وانتم طيبين، وربنا يديمكم في حياتنا دايما يا رب. ويخلي كل ام لولادها ويبارك في عمرها يا رب، ويرحم كل الامهات اللي توفت ويجعل مأواهم الجنه يا رب ان شاء الله. وحابه اقول لكم برضو كل سنه وانتم طيبين، عشان احنا داخلين على شهر رمضان. ربنا يجعله شهر خير وبركه علينا جميعا يا رب. و... اللهم بلغنا رمضان، وربنا يجعله كده شهر توبه ومغفره لكل الذنوب، وشهر خير وبركه لكل الناس يا رب. كل سنه وانتم طيبين، ويا ريت ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. ويا ريت الفيديوهات لو بتعجبكم تدونا التعليق الجميل اللي بيفرحنا. كل سنه وانتم طيبين. زي ما شفتم عملنا الجاتو بتاعنا بطريقه سهله جدا وبسيطه، يا رب تكون عجبتكم ويا رب تكون سهله عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. باي باي.